لافتة تشهدها الساحة السورية مع دخول أطراف دولية على خط المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط أمريكية كبيرة لإيجاد حلول توافقية تنهي الاختلاف الواضح في وجهات النظر بين الجانبين. تقارير إعلامية أفادت بأن اجتماعات مهمة ستعقد خارج الأراضي السورية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بناء على طلب واشنطن ستبحث آليات دمج قسد في مؤسسات الدولة، ليس فقط على المستوى العسكري بل أيضا في مجالات الإدارة والاقتصاد. بيتزامن مع هذه التقارير أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا بشأن اجتماع ثلاثي جمع القائد العام لقسد مظلوم عبدي مع قادة وممثلين عن القوات ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. ركز على مسار المفاوضات مع الحكومة وآلية دفع مسار تنفيذ اتفاقية 10 من مارس إلى الأمام. ورحب المجتمعون بنتائج اجتماع واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس أحمد الشرع، معتبرين أن تعليق العقوبات وفتح قنوات التنسيق الدبلوماسي يعكسان تحولا إيجابيا نحو دعم الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع السوريين. وخلال زيارته إلى واشنطن أكد الشرع أن الحل الأمثل للوضع الراهن هو أن تشرف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا على دمج قوات قسد في قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية، على أن تكون مهمة حماية الأراضي السورية من مسؤولية الدولة. وبين موقف هذا وتصور ذاك ظهر صوت مؤثر وغير مألوف يعارض الطرفين. هوشينك أوسي الكاتب والروائي السوري الكردي الذي يرى أن وحدة الصف قبل كل شيء، يؤكد على ذلك ويؤكد أنه بالإمكان حل القضية الكردية وتحقيق مطالب الشعب الكردي رغم كل المعطيات السلبية على الأرض، لكنه على ما يبدو يتعرض لحملة هجوم عنيفة هذه الأيام بعد ظهور جدلي على التلفزيون الرسمي السوري مؤخرا. والآن للنقاش والتعليق نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بروكسل. نرحب بالسيد هوشينك أوسي بنفسه الذي أشار إليها لي التو في هذه المقدمة. إذن السيد هوشينك أوسي الكاتب والروائي السوري الكردي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن السيد هوشينك أوسي، ربما في هذا السياق دائما ما يشار إليك كناشط سياسي كردي ودائما ما تتم استضافتك للحديث في الأمور السياسية، ولكن تجدر الإشارة بأنك أيضا شخصية ثقافية وروائية ولديك إسهامات أدبية كبيرة وحتى جوائز. ربما هذا الجانب يحتاج حلقة ربما منفصلة للحديث فقط عن هذه المسألة، ربما سنتحدث عن ذلك في مناسبات قادمة، ولكن الآن لنركز ربما على ما يثار حوله الجدل والحديث عن أنك تعارض الطرفين، قسد أو الإدارة الذاتية وسلطات دمشق في نفس الوقت، وهو ما يعرضك للهجوم من الطرفين. ماذا تعلق على ذلك؟ مساء الخير لك وشكرا على هذه الالتفاتة وهذا الاهتمام بما حدث كحدث اجتماعي ثقافي سياسي. الإجابة على سؤالك، الحدث جرى كالتالي. يعني تمت دعوتي للمشاركة في برنامج على القناة الإخبارية، وافقت على مضض وبشرط أن يلتزم المذيع أدب الحوار، أن يكون موضوعيا مهنيا عادلا في توزيع الوقت، يعني وأن لا يكون فقط سيد هوشينك أوسي، يعني ربما هنا لن نسمح ربما بتوجيه انتقادات لزملاء ربما أو لمؤسسة صحفية أو إعلامية أخرى سواء كانت رسمية أو لا، يعني هذا فقط للإشارة يعني. نعم، أنا لا أنتقد، أنا أشرح لك التفاصيل، أنا أحدث كما جرت، يعني لا أقصد عندما قلت أنك توقعت من المذيع أن يلتزم بالمهنية وكذا، هذا فيه نوع من الإساءة والانتقاد قد تفهم، يعني هذا هو المقصود يعني. مدير الإنتاج القناة الإخبارية لم يعترض كما تعترض أنت، يعني وهو قبل وقطع لي وعدا بذلك، يعني لكي كما اعترضت أنا على ماذا؟ يعني كما تعترض على إيراد الفكرة كما حدثت، يعني أنه الموضوع فيه إساءة ولا يوجد لا تلميحا ولا تصريحا. طيب الموضوع كما صار، يعني كما صار، وأتمنى يعني أن تفتح لي المجال لكي أوضح للناس يعني من خارج الإعلام السوري، الناس لكي تعرف حقيقة ما جرى يعني. لكن أثناء الحديث
أثناء الحوار، والموضوع كله مسجل ونزلته على موقعي وعلى قناتي على اليوتيوب. عملية المقاطعة المتكررة الاستفزازية وعدم قبول المناقشة، مثلا بعض الأفكار التي طرحتها جرى يعني استهجانها ورفضها، مثلا وصف الرئيس السوري بأنه رئيس انتقالي مؤقت، وهذا وصف قانوني، وصف سياسي. هو من أعلن عن نفسه بأنه رئيس انتقالي مؤقت. الإعلام السوري بشكل عام يرفض ويشطب. الآن بإمكانك أن تعود، لن ترى صفة الرئيس يعني الانتقالي المؤقت ملحقة بالرئيس السوري. أنا ذكرت هذا الموضوع، هذا الأمر، وهذا يستند على أرضية قانونية، أرضية قانونية طبقا للإعلان الدستوري. هم اعترضوا في هذا الخصوص. النظام السوري قدم طلب للتحالف الدولي لكي يصبح بمستوى قسد شريك أصيل في التحالف الدولي ضد الإرهاب. هم اعترضوا أنه كيف لدولة أن يعني بمنطق الميليشيا وكذا. طيب وأنا اعترضت على مصطلح الميليشيا، لأنه الاتفاق الموقع بين مظلوم عبدي، قوات سوريا الديمقراطية، والرئيس السوري المؤقت، يصف قوات سوريا الديمقراطية بقوات سوريا الديمقراطية. لا توجد هذه التوصيفات التي من شأنها تصغير أو احتقار أو استهجان في هذا الخصوص لقوات سوريا الديمقراطية. أنا قلت ورحبت أن سوريا تصبح شريك لقسد ضمن الائتلاف لمكافحة الإرهاب، التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. هم قالوا لا، يعني كيف تقول دولة؟ يا أخي طيب أين الدولة؟ يعني لا حكومة شرعية منتخبة، لا دستور منتخب، لا وزارة الدفاع، كلها مجموعة فصائل، حاصل تجميع لفصائل. أصلا مفهوم الميليشيا ينطبق على وزارة الدفاع السورية أكثر ما ينطبق على قسد أكثر. عشرات الألوف من المقاتلين منظمين أنجزوا أمور. هذه الأفكار التي تعترض أو تتعارض مع السردية الرسمية التي تنمذج وتؤصر، وكل شيء تاريخي عندهم. يعني الرئيس السوري يدخل الحمام تاريخي، يذهب إلى أمريكا تاريخي، يدخل البيت الأبيض من الباب الخلفي طالما تاريخي. حسب تفسيرك قد يكون مفهوما هنا أن يهاجمك أنصار السلطة السورية الحالية التي تعتبرها مؤقتة، يعني فلماذا أنت معرض لهجوم من الجهة الأخرى الآن، وهي الجهات المحسوبة على الإدارة الذاتية؟ سؤال جميل. أنا أصلا يعني موقفي النقدي من الإدارة الذاتية ومن قسد عمره 15 سنة. من 2011 أنا كنت جزء من هذا الكيان، من هذه المنظومة. قدمت استقالتي. أنا كنت في الإعلام، إعلام حزب العمال الكردستاني المقروء والمرئي، ويعني قدمت برامج مثل ما أنت بتقدم برامج الآن. هذا في 2011. لكن موقفي النقدي السياسي من هذا التيار ومن هذا التوجه، أنا أعارض قسد ليس كقسد، ليس كحقوق مكونات المجتمع السوري في شرق منطقة الفرات. أنا أعارض قسد نتيجة سطوة وسلطة وتغلغل حزب العمال الكردستاني. هذا لا يحلو للأوجلانيين القسديين، يعني اللي يعني هواهم أوجلاني، لا يحلو لهم بنفس القدر اللي هواهم سلفي وجهادي وقاعدي وداعشي الموجودين في السلطة السورية. فأنا يعني أطرح وجهة نظري، لا يعني وكأنك، عذر على المقاطعة، وكأنك عممت يعني هنا فيما يتعلق بالطرفين، عممت وقلت أن أنصار السلطة السورية قاعديون وجهاديون وما إلى ذلك، والجهة الأخرى أوجليون، يعني مثل ما قلت أوجلانيون. طيب صحيح. أنا سأطرح عليك سؤالا يعني، ونحن يعني صحفيين وإعلاميين، سؤال بديهي وبسيط ويعني مهني. جبهة النصر التي بايعت القاعدة وبايعت الظواهر حتى قبل سنوات، حتى في حوار أبو محمد الجولاني مع أحمد منصور يقول نحن ملتزمون بتوجيهات الدكتور طول الله عمره الظواهري، أكثر من مرة يكرر. طيب هذا التنظيم فجأة صار سلطة وزعامة. هل هنالك ضمانات عدم وجود فلول داعش والقاعدة ضمن السلطة السورية؟ المقاتلون الأجانب الذين يشكلون عقدة في العلاقة ما بين السلطة السورية الحالية والولايات المتحدة الأمريكية، من أين أتوا؟ كيف ولكن الآن هناك أدلة، يعني يقال أنهم
طبعا هناك مراجعات فكرية وأيديولوجية وما إلى ذلك، وأكبر دليل هذا الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد داعش. يعني ألا يكفي هذا؟ هذا طلب انضمام طبعا لا يكفي. يعني الآن قبل، طيب أنت تقول لي هكذا، سأبرز لك تصريح الجولاني يقول أنه أنا لا أتبرأ وأنا فخور بالماضي، الماضي القتالي الجهادي السلفي الإرهابي في العراق وسوريا. هو يفتخر بهذا الماضي ولم يتبرأ من هذا الماضي. لم حتى اسم أبو محمد الجولاني الآن عندما يقال في الإعلام السوري يعتبرونه سبة. هو من أطلق على نفسه 15 سنة 15 عاما يكنى بهذا الاسم. طيب فليقل، لا يقول أبو أحمد الشرع، يقول أنا أتبرأ من هذا الاسم والآن أنا أحمد الشرع، سأحترم رغبة أحمد الشرع، لكن هو لا يقول طيب ذلك. في سؤال أخير سريع لو سمحت، لضيق الوقت في آخر ثواني، هذه اللقاءات الثنائية والمحادثات الثنائية بين قسد والسلطة السورية الآن كيف تراها؟ هل ترى فيها طريقا مسدود بالتالي؟ أعتقد أنه يعني هنالك أمل. طبعا الموضوع لو لم يكن قد وصل إلى طريق مسدود لما يعني تدخل الجانب الأمريكي ونقل المحادثات إلى خارج الحدود سوريا. إذن هنالك مشاكل، هنالك عقد، كلا الطرفين يتحملان المسؤولية، لكن من الإنصاف السياسي يعني أنا أمامي الآن إن سمحت لي يعني نقاط الاتفاق ما بين قسد واتفاق 10 آذار. ماذا يقول؟ ضمان حقوق جميع، في البند الأول ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة. الآن الحكومة الموجودة هل فيها سريان؟ هل فيها تركمان؟ هل فيها كرد؟ الطيف الدبلوماسي في الخارج، السفراء، القناصلة، أين هم تمثيل مكونات؟ المرحلة الانتقالية لا يوجد تمثيل، ويوجد حضور أحادي. يعني النقطة الثانية، المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة. طبعا العبارة كمان غلط، جزء أصيل من سوريا وليس من الدولة. تضمن الدولة السورية حق المواطنة وكافة الحقوق الدستورية. في الإعلان الدستوري لا يوجد ذكر لكلمة الديمقراطية. في الموقف الثالث مثلا، يعني النقطة الرابعة هي نقطة الاندماج. هم ينسون النقطة الأولى، يقفزون من النقطة الأولى والثانية والثالثة ويركزون على موضوع جدا. وأكيد النقاش يطول ربما، ونحتاج ربما وقتا إضافيا آخر ومناسبات أخرى للحديث أكثر عن هذا السياق. وطبعا كما أشرنا في البداية ربما قد نحتاج حلقات سيد هشام كوسي للحديث عن إسهاماتك الأدبية والثقافية هنا، قد يكون ذلك في سياق آخر. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بروكسل السيد هشام كوسي الكاتب والروائي